اللهم فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت العليم الخبير. يا رب أنت الذي تهب الكثير وتقبل القليل. يا رب أنت الذي تهب الكثير وتقبل القليل وتغفر الزلات. يا رب وإذا جاءك المذنبون سترت القبيح وجدت بالإحسان. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وأسوتنا وشفيعنا ورافعنا وهادينا إلى صراط الله محمدًا رسول الله، بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، أنار الطريق أبان السبيل، تركنا على المحجة ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى آثاره واهتدى بهديه إلى يوم الجمع والدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله،
إن من أعظم ما يمر على الإنسان فتن كقطع الليل المتتابعة، فتن لا يعلمها الإنسان من أين دخلت، فتن ظاهرة وباطنة، فتن التباغض والخلافات، فتن عدم القوة، فتن عدم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فتن الخلافات. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فتن كقطع الليل المظلمة، فتن تذهب بالنصف، فتن تذهب بالطمأنينة، فتن تأتي بالخزيان والخذلان. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فتن التباغض، فتن عدم التراحم والتكاتف، بينما أن الشريعة الصحيحة الإسلامية الواضحة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم تأمرنا وترشدنا وتبين لنا أن مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتكاتفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المسلمون المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه صلوات الله وتسليماته عليه. فتن تفرق الجماعات، فتن تفرق الدول، فتن تفرق المجتمع، فتن تؤثر على وحدة الأمة. الفتنة فتنة القتال، فتنة التباغض، فتنة الفقر، فتنة عدم الرجوع إلى الله، فتنة عدم التراحم، فتنة المال، فتنة الشهوات، فتنة آخر الدنيا آخر الزمان. فتنا كقطع الليل المظلم التي تظلم على الإنسان مصيره الحقيقي، تظلم على الإنسان مسيره التي سيتجه إليها والتي لا بد منها لكل إنسان. فتن تبعد الإنسان عن الله سبحانه وتعالى، فتن ليس لها علاج إلا الرجوع إلى الله، فتن متتابعة إذا بدأت تتابعت. كثيرا ما نرى الآن في العالم فتنة القتال، فتنة الشر والأشرار، فتنة النفاق والفسقان،
فتنة الفتور والابتعاد عن الله. فهذه الفتنة التي بين الله تعالى هي التي تبعده عن طريقه، وضع لها الله سبحانه وتعالى علاجا، أولاه الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. عندما نتابع العالم، هذا يقاتل هذا، وهذا يبتعد عن هذا، وهذا يبعد هذا عن الخير. هذا بدايته فتنة ونهايته قتال، ونهايته الأخيرة عن ابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. ولا نجد لها حلا غير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فالرجوع إلى الله عند الفتن وعند الابتعاد عن الله هو ما أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه أن نتوب إليه، وأن ننيب أنفسنا إليه، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أن نسلم ونسلم أنفسنا لله سبحانه وتعالى. فكل إنسان يريد أن ينجح، فكل بشر يريد أن يفوز في الدنيا والآخرة، فكل إنسان يريد أن يفلح في الدنيا والآخرة، وهذا ليس له طريق إلا بالرجوع إلى الله. وأنيبوا إلى الله وأسلموا له. كيف ننوب ونتوب إلى الله؟ بالرجوع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالرجوع إلى الله طريق النجاة، فالرجوع إلى الله طريق الفلاح، فالرجوع إلى الله طريق الغنيمة، فالرجوع إلى الله طريق النصر والانتصار، فالرجوع إلى الله طريق الغنى في الدارين. وقبل أن نرجع إلى الله لا نجد نصرا، ولا نجد فلاحا، ولا نجد نجاحا. فطريق النجاح والفلاح هو الرجوع إلى الله. ثانيا، وحدة الكلمة. لا بد أن نجتمع على كلمة الله، ولا بد أن نجمع أنفسنا على كلمة الله. وليس لنا مجال أن نفرق ونفترق، فكلنا إخوة، ربنا واحد، ونبينا واحد، وقبلتنا واحدة، وقرآننا واحد. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم الذي في ذمة الله. وحدة الكلمة هو الذي يزيدنا هيبة ونجاحا. وحدة الكلمة هو الذي يكون لنا سببا لنصر. وحدة الكلمة هو قوتنا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعدم التفرق هو سبيل لنجاحنا. عندما نجتمع على كلمة واحدة يهاب عنا الكثير، وتظهر هيبة المسلمين والمجتمع. وعندما يتفرقوا يأتي الخلافات ويأتي الشكوك
ويأتي الابتعاد، وهذا يأتي بالفشل ويأتي بعدم التمكن ويأتي بعدم النص، كما نرى الآن في العالم. لو اجتمعت العالم على كلمة واحدة، ولو اجتمعت العالم على وحدة الكلمة، ولو اجتمعت العالم على هدف واحد، لانتصروا على أعداء الله وأعداء الإسلام. وحدة الكلمة إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المحمودة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، የዛሬ ኹጥባችን አንድነታችን የሚያፈርስና ወደ ኋላ የሚያስመልሰን ጉዳይ ፍትና የሚባለው በቃሉ ቀላል የሆነ እንደዚህ ራሳችን ላይ ስንል ፍትና ነው ብለን የምንተው፣ ፍትና የሚባለው ትልቅ ነገርና ከነስርና ከተምኪን የሚያስርቀንና አንድነታችን አፍርሶ እኛንም የሚያፈርስ ጉዳይ የሆነ ፍትና ነው። ፍትና ሲባል በብዙ አንግል የሚታይ ቃላት ነው። የአንድነት ፍትና አለ። አንድነት የሚፋርቅና የሚፈርስ የሚለይ ፍትና ሲባል የነፍስ ፍትና አለ። ነፍስ ፈታኝ ናት፣ ከአላህ የምታርቀን ፍትና። ሸይጣን ፍትና፣ ትልቅ ፍትና፣ ከአላህ መንገድ የሚያርቀን። ገንዘብ ፍትና ነው፣ ከአላህ የሚያርቀን፣ ግን ኸይርም አለው። ገንዘብ ኸይር አለው፣ በዛ በኩል ፍትናም አለው። እንደዚሁ አለመግባባትና አለመተሳሰብ፣ አለመተዛዘን ፍትና ነው። ፍትናው ሲመጣ እንደ ጨለማ ሆኖ ተከታትሎ የሚገባ ሲገባ የማይታወቅ ገብቶ አንድነት ሲያፈርስ ብቻ የሚታወቅ ነፍስ ከኛ ሲያርቅ ብቻ የሚታወቅ መስጂድ ከመስጂድ ጋር ሲያጣላ ብቻ የሚታወቅ አገር ከአገር ጋር ሲያጣላ ብቻ የሚታወቅ ቤተሰብ ከቤተሰብ ጋር ብቻ ሲያጣላ የሚታወቅ ጎረቤት ከጎረቤት ጋር ሲያጣላ ብቻ የሚታወቅ አባት ልጅ አባት ጋር ሲያጣላ የሚታወቅ ባለቤትና ምስት ሲያጣላ ብቻ የሚታወቅ ፍትና። ፍትና በብዙ ነገር ሊገባ ይችላል። ፍትናው ነፍስ ያንቃል ስንል የሸይጣን መንገድ ነው። ፍትናውን ይዞ የሚመጣ ሸይጣን ነው። ሙስሊሙ መሆን ያለበት ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲገልጹልን አንድ ሙስሊም ላኢላሃ ኢለላሁ ያለ ወደ ቂብላ ዞሮ የሰገደ
ነቢዩ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነቢዩ ሙሐመድ የሆኑት ቁርአኑ አንድና የመጨረሻው ቁርአን የሆነ ከመተል ጀሰድ ዋሂድ አለ እንደ አንድ ብልት ነው የሚቆጠረው። ኢዘ ሽተካ ምንሁ ዑዱን አንድ ብልት ሲታመም ወይ የሚጎዳው ነገር ሲያጋጥመው እዚህ ያለው ሰው መሽሪቅ መግሪብ ላለው ሰው ሳይተኛ ሳይንቀላፋ ያድርለታል። ይህን የሚያጠፋና የሚያስርቅ ፊትና ነው። ፊትናው ሲባል አገር ለአገር ሲጣላ የምናይ ፊትና ነው። ወልፊትነቱ አሸዱ ሚን አልቀትል አለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ልክ ፊትናው ሲጀምር ጢን ይጀመራል፣ በቅቧ ይጀመራል። ሰዎች ሲበይሱ ሸክ እና ጥርጥር ውስጥ ይጀምራል። በሰላም ካንተ ጋር ሊያልፍ የመጣው ለምን እንደዚህ ያየኛል ማለት ይጀምራል። በሰላም ያናገረን ሰው ለምን እንደዚህ ያናገረኛል ማለት ይጀምራል። ሰው ሸይጣን ስላለበት አሁን የምናየው ሁሉም መንስኤው ከፊትና ነው። ይህም በምንድን ነው የምናስወግደው? አንደኛው ወደ አላህ በመመለስ አላህን አንዱን በመያዝ አላህ ያዘዘን አንድነታችንን ያዝ በማለት ወዕተሲሙ ቢሐብሊላሂ ጀሚዓ ሁላችሁም የአንድ እጇን ገመድ አላህ እሷን ያዟት። ማሻገሪያ የሆነች የምታሻግራችሁ ገመድ ናትና እሷን ያዙ ብሎ በቁርአን የገለጸልን ወዕተሲሙ ቢሐብሊላሂ ጀሚዓ ሁላችሁ ያችን ገመድ ያዟት። ገመዷ ምንድን ነው? የአላህ መንገድ፣ የቁርአን መንገድ። ወደ አላህ ስትመለሱ ሁሉም ነገር ፊትናም ይጠፋል፣ ጥልም ይጠፋል፣ ሕስድም ሕቅድም ይጠፋል። ማትፈልጉ ሁሉም ከእናንተ አላህ ያርቃል። ከፊትና ራሳችሁን አርቁ። ፊትናው ሲገባ እንደ ሌሊት ጨለማ ውስጥ ይጀምራል። ከዛ ተከታታይ ነው። ቂጥዐን ሙظሊማ ሙተታቢዐን ሙظሊማ እንደዚህ በተከታታይ የሚገባ አሁን የምናየው ሁሉም የጀመረ በፊትና የጀመረ በሸህዋ የጀመረው አለመግባባት የጀመረው አንድነት ባለመፍጠር የጀመረው አለመተሳሰብ አለመተሳሰን ሲሆን ሁሉም ሰው ይቸገርበታል። ሰላማዊ ሰው ይቸገርበታል። ወተቁ ፊትነተን ላ ቱሲበነ አለዚነ ظለሙ ሚንኩም ኻሳ። አንድ ፊትና ሲጀምር ፊትናው ያመጣና ፊትናውን የጀመረ ብቻ ላይ አይደለም ጉዳት የሚደርስ አሁን ዓለም ላይ የደረሰ ያለ በአንድ ደውላ ወይ በአንድ አገር ተነስቶ ሁሉም ሀገራትን አጨፋልቆ ፊትናው ሁሉም ዓለም ላይ ደርሶ በፊትና የመጣ ያለው ወተቁ ፊትነተን ላ ቱሲበነ አለዚነ ظለሙ ሚንኩም ኻሳ። ከሁሉም ራሳችን በማራቅ ነው በፊትና የምንጠብቀው። ራሳችን ወደ ቁርአን በመመለስ ነው ራሳችን ከፊትና የምንጠብቀው። ወደ አላህ ስንመለስ ወደ ቁርአን ተመለስ ማለት ነው። ቁርአኑ በአንድነት ነው የሚጠራን። ረሱላችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ አንድነት ነው የሚጠሩ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኢነ ሃዚሂ ኡመቱኩም ኡመተን ዋሒዳ ወአነ ረቡኩም ፈዕቡዱን። እናንተ አንድ ናችሁ፣ ይቺ ኡመት አንድ ናት፣ እኔ ደግሞ የእናንተ አላህ አንድ ብቸኛ። ስትቸገሩ፣ ስትደሰቱ፣ ስትፈልጉ፣ ስታጡ፣ ስትታመሙ፣ ሰላማዊ ስትሆኑ ወደ እኔ ብቻ እጃችሁን መዘርጋት ያለባችሁ አላህ ነው።
إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون من بيتاتا إلى الله سبحانه وتعالى سلسي فتنة ሲባል ቀላል የሚመስለው ራሳችን የሚያበላሽ አላህ የሚያርቀን ፊትና ሲባል ከቁርአን ራሳችን የሚያርቀንና ከዛ በኋላ ወደ ትልቁና ከባዱ ፊትና የሚያስገባን የሚያጣላን ፈቅርና ድህነትን ራሳችን ላይ የሚያመጣ በልተን የማንጠቅ ጠጥተን የማንጠቅ በረካ የሚያሳጣን አንድነት የሚያሳጣን መተጋገዝና መተባበርና መተሳሰብ የሚያሳጣን ፊትና ራሳችን ወደ አላህ በመመለስ ነው። ይሄን ምናወቅሰው ወደ አላህ ስንመለስ ሸይጣኑ ወደ ራሱ ይመለሳል። ሸይጣኑ ወደ ቤቱ ይመለሳል። ሸይጣን ከጀነት ሲወጣ ነው አላህ ዘንድ ይሄ ኡማው ቃለ ረቢ አንظርኒ ኢላ የውም ዩብዓሱን ያለ እኔ የፊትናውን ስራ ሊሰራና እስከ ቅያማው ተወኝ ብለው አላህ አክበር ይወጣ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هوى إلهاتشن هوى يراساتشن في اللاهوت سنارك راساتشن بقرآن سنازل أرتن بشيطاننا بفي اللاهوتاتشن سناز سلط الله علينا كلا الله ينالي من فلقونا شلون كان تشكمين ما نهدنا ما نزمون ينالا يا رب كدت يالله ጉዳይ በረካ ስናጣ ምክንያቱ ምን እንደሆነ እኛ ወደ ነፍሳችን ተመልሰን ማየት ግዴታ ነው። ህመም ሲበዛብን ችግራችን ምን እንደሆነ ወደ ነፍሳችን ተመልሰን ማየት ግዴታ ነው። ከቤት ረሃው እርካታው ስናጣ ምንድነው ችግር ብለን ወደ ኋላ ተመልሰን ወደ ራሳችን ስናገኝ ነው መፍትሄ የምናገኘው። ይህ ሁሉ ፊትና ፊትናው ትልቁ ከሸይጣን ነው የሚመጣ፣ ትንሹ ከነፍስያችን ነው የሚመጣ። ነፍስያችን ወደሚፈልገው ሁሉም ነው የሚታዘን። ነፍስያችን إن النفس لأمارة بالسوء ما نفلقون ما يفلقون ستاسن أهي فتنا ورفتنين يومبرن ولا قرآننا حديث ما ملس بيها ولا عند النفس من ملس الله بنفس بتمكين توفيق يعلمنا سني بلا انتقبالن سنة ورا نامرالن سني هد حيبا يورنان ስንቀመጥ ዒባዳ ይሆንልናል። ሐያታችን ሙሉ በሙሉ ለአላህ ይሆንልናል። ነፍሳችን መቆጣጠር ስንችል ከሸይጣን ነፍሳችን ስናስወግድ ራሳችን ተቆጣጥረን ወደ አላህ ስንመለስ ይህ ሁሉ አሁን የምናየው ሁሉ ይቆማል። አንድነታችን ስናጠነክር አገር ከአገር ጋር አንድነቱን ሲያጠነክር من مشارق الأرض ومغاربها عندنا لا إله إلا الله ያለ ህዝነቱ የኔ ህዝነት ነው፣ ሞቱ የኔ ሞት ነው፣ ራቡ የኔ ራብ ነው፣ ችግሩ የኔ ችግር ነው ብለን ማሰብ أقل ما نستطيع أن نتحمل أن ندعو له نزل لا إله إلا الله يعلو ولكن لا زور يسجدوا قرآناتهم ينيا قرآن هنا نبياتهم وعند نبي محمد يقولون عند تكسبنا كتاب سكتي ينيا ونعيشوا الناس من لا جوالن
ያሳስቡናል። ጉዳያቸው ጉዳያችን ነው። ችግራቸው ችግራችን ነው። ሕመማቸው ሕመማችን ነው። ራባቸው ራባችን ነው ብለን ቢያንስ ዱዓ ማድረግ ይጠበቅብናል። እነሱ እኛ ለነሱ ስናስብ እኛ ለነሱ እጃችን አንስተን ያ ረቢ ነስር አምጣላቸው ስንል እዚህ ላለን ሰዎች እዚህ ላለን ሙስሊሞች ሙእሚኖች አላህ ነስር ያመጣላቸው። አገር ላይ ዓለም ላይ ያለ ሁሉ ሙስሊም ወንድማሞች እርስ በርስ የሚተሳሰብ እዛ ጋር ያለው የሚያስብና የሚያዝን መሆኑ ዛሬ ሳይሆን ቁርአን ነው። ኢነመል ሙእሚኑነ ኢኽዋ ሙእሚን ሙስሊም ወንድማማች ናቸው። ስለዚህ ራሳችን ከፍትና አርቀን ፍትና ለደረሰባቸውና ጦርነት ለተወረደባቸውና ለደረሰባቸው ራብ ለደረሰባቸው ሁሉ አላህ እንዲያነሳላቸው አንድነታችን አላህ እንዲመልስልን ማተሳሰብ አላህ እንዲመልስልን ሁሌ ስንሰግድ ስንቀራ ስንወጣ ስንገባ ስናስብ ስንበላ ስንጠጣ ቤታችን ገብተን ሙቀት ውስጥ ስንተኛ ስንትና ስንት ከቤቱ ወጥቶ ተባሮ መንገድ ላይ ያለን ስንትና ስንት አለ ብለን ያሰብን ሕፃናታችን ስናይ ስንትና ስንት ሕፃናቶች መንገድ ላይ ተባሮ መንገድ ላይ ያደሩ ነው። ችግር ያደረባቸው ነው። ችግር ደርሶባቸዋል ብለን ያሰብን ስንሄድ አላህ እዚህ ላለን ሕይወታችን ላይ በረካ ያደረግልን፣ ሀብታችን ላይ በረካ ያደረግልን፣ ዓፊያችን ላይ በረካ ያደረግልን፣ ኑሯችን ላይ በረካ ያደረግልን፣ እኛም በረካ ያደርግልናል። ሀገራችንን አላህ ይጠብቅልናል። እኛም ይጠብቅልንና አላህ እንደዛ የሚተሳሰብና የሚተዛዘን አላህ ያደርግልናል። ሙስሊሙ በየጊዜው የሚደርስበት ሁሉም ለሙስሊሙ ኸይር ነው። ሁሉም ነገር ዐጀበን ሊአምሪ ልሙእሚን ኢነ አምረሁ ኩለሁ ለሁ ኸይር ኢን አሳበሁ ሰራእ ሸከረ ፈካነ ኸይረን ለህ ወኢን አሳበሁ ضራእ ሰበረ ፈካነ ኸይረን ለህ ወለይሰ ዛሊከ ኢላ ሊልሙእሚን። እኛ ሊመናን ችግር ሲያጋጥመን ወደ አላህ ስንመልስ አጅራለን። ጥሩ ነገር ሲያጋጥመን አልሐምዱሊላህ ስንል አላህ አጅር ይሰጠናል። ይሄ ለሙእሚንና ለሙስሊሞች እንጂ ለሌላ አይሰጥምና ይህን አላህ የሰጠን ጌታ ያለብንን ችግር ያለብንን ሞክሮ ያለብንን ፍትና አላህ ያንሳልን ያል በየጊዜው ለወንድማቻችን ሁሉም ባሉበት ዱዓ ያደረግንላቸው ሁሉም ስንቀራ ስንወጣ ስንገባ ለእነሱ ያሰብንላቸው ዱዓ እናደርግላቸው። ሙስሊሞች ባሉበት ቦታ ዱዓ ሲደራረግ በዛህረል ገይብ እኔ ሲሆኜ ሌላ ቦታ ላለ ሰው ዱዓ ሲያረግ አላህ መላኢካውን ወክሎብኝ ወለከ ቢሚስሊ አንተ ራብ ላለበት አላህ ራቡን አንሳ ስል አንተ ደግሞ ራብ አይደረስ ብሎ መላኢካ ዱዓ ያደርግልናልና አላህ ይጠብቀን። ሀገራችን አላህ ይጠብቀው። ዓለም ላይ ያለው ችግር ሙሉ በሙሉ አላህ ያንሳልን። ችግሩ እኛም የደረሰን ሁሉም ቦታ ላይ ደርሶ ችግሩ ሁሉም ሰው ልጅ የሆነ ላይ ችግሩ ደርሶ ፍቱ ሁሉም ላይ የታየ ስለሚገኝ አላህ ብሎ ሰላም ያምጣልን፣ ሰላም ያደርስልን ለእኛም ባለንበት። ኢነላህ ያእሙሩኩም ቢአምሪን بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته وقال يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحابه الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان
وأعطنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا إنك أنت الغفور الرحيم. اغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب العالمين دقها وجلها وأولها وآخرها يا رب العالمين. ارحمنا رحمة تغنينا ورحمة من سواك لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اكفنا بحلالك عن حرامك اكفنا بحلالك عن حرامك. طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة يا رب العالمين يا رب العالمين. ارحمنا رحمة تغنينا عن رحمة من سواك. إن الله يأمر بالعدل